السلام عليكم. الفيديو عارف يقدر ما يعجبش واحد فئة كبيرة من الشباب، لكن معليش كل واحد والقناعات ديالو. الشباب تحطوا في واحد السباق غير عادل، واحد السباق ماشي ديالنا وتفرض علينا اننا نتسابقوا فيه. كنهضر بالاخص على الشباب اللي كيتحراو الحلال في العمل ديالهم وفي كل امورهم الدينية والدنيوية عموما. لذلك اذا ما كنتيش مسوق للحلال والحرام ومنين كتجيب فلوس ومنين ولا فين غتصرفهم، فهاد الفيديو ما كيعنيك حتى شي حاجه. جميع مكونات المجتمع بما فيهم العائله، الاقارب، الاصدقاء، المعارف، كلهم مساهمين في فرض هاد السباق. خاصك دير الفلوس، خاصك دير الدار، خاصك دير الطوموبيل، خاصك تعيش في واحد المستوى اجتماعي محدد، في واحد السن اللي منطقيا ما يمكنش دير فيه داكشي كلشي، السن ديال العشرينات. وطبعا دائما كنهضر في اطار الحلال والحرام، لانه في غياب هذا المقياس، مقياس الحلال والحرام، راه تقدر دير اي حاجه بغيتيها. وهذا الشيء بالضبط او هذا الشيء علاش بالضبط قلت انه سباق غير عادل. فمثلا بالنسبه للشاب كيقيس الامور بمقياس الحلال والحرام، ما يمكنش ومستحيل ياخذ كريدي من البنكه باش يدير الدار ويدير الطوموبيل ويشري الايفون الاخر الى اخره. طبعا ما يمكنش دير هذا الشيء في العشرينات بعمل عادي، من غير انه تكون عائلتك لاباس عليها او لا تورث شي ورث كبير او لا تخدم في الحرام او في الممنوعات. راه ما يمكنش دير داكشي كامل الا بالكريدي. هذه قناعاته الدينيه، وطبعا ما نحتاجش نقول علاش، حيت كلشي عارف الحكم الشرعي ديال الربا وكلشي كيدير راسو ما عارفش. اما بالنسبه لشاب واحد اخر اللي كيدير راسو ما عارفش وما عندوش غرام ديال المشكل والضمير ديالو ما كيقول لي لا طلعات ولا نزلات، راه ياخذ كريديات ويدير الدار ويدير طوموبيل ويدير مشاريع، كلشي بالكريدي. كريدي باش تشري الايفون، كريدي باش تشري بيسي، كريدي باش تسافر في العطله، كريدي باش تشري الحولي ديال العيد. جميع انواع الكريديات ولاو متاحين وباغراءات لا متناهيه. وفي الاخر المجتمع شنو غيقول؟ شوف فلان تبارك الله عليه فين وصل، دار الدار، دار الطوموبيل، خدام مزيان، عايش بخير. وفلان الاخر راه غير كيتجلوق وما داير والو في حياته. ماشي مجلوق، وانما كنستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن عمره فيما افناه، وعن عمله فيما فعل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه. والشاهد عندنا هنا عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، من غير الربا اللي واضح وضوح الشمس ولا نقاش فيه. غتقول لي راك غالطة عثمان، وكاينين شباب صغار وفي العشرينات اللي ضاربين الصرف من الانترنت وراهم مليونيرات. مزيان، ولكن اشنو هما هاد المجالات اللي ضاربين منهم الصرف؟ واش كاين شي واحد اللي كيسول على شي مجال قبل اللي يدخل ليه او لا قبل ما يبدا فيه الخدمه؟ ولا غير فين ما بانوا ليه الفلوس كيتلاح؟ تريدين، الاي بي تي في، دروب شيبين وقس على ذلك. انا ما غاديش نقول لك هاد المجالات حرام او لا حلال او غيرها من المجالات الاخرين، حيت طبعا ما عنديش العلم اللي يأهلني باش انني نفتي. ولكن كون على يقين الا كنتي حريص وكتقيس الامور بمقياس الحلال والحرام، راك غادي تسول وغادي تعرف شنو اللي جائز وشنو اللي ماشي جائز، وما غاديش تجر من وراء هذا السباق غير العادل اللي ما عندك فيه حتى دخل، وما غاديش تجر من وراء الوهم والكذوب اللي كيشاركوه معك مواقع التواصل الاجتماعي باش حتى انت تكون طرف من هذا السباق. ونعاودها، هذا السباق الغير العادل اللي ماشي السباق ديالك وما عندك فيه حتى دخل. السلام عليكم.